وترى هذه اغرب عمليه ديال السرقه اللي دازت في التاريخ بسبب الحقد وعدم الرضا. خلات هذا السيد يشفر ما يقارب 18 مليون ونص دولار. امتى كانت اخر مره شفتي فيها شي طوموبيل غريبه ما فيهاش البيبان والزاج ديالها قليل كتوقف في الباب ديال البنكات او شي محل تجاري باش تخرج صنادق او غناجي شبعانين فلوس؟ هذه الخدمه بالضبط هي اصعب واخطر خدمه كاينه في العالم. ممكن تبان لك ساهله، واحد كيوقف الطوموبيل ديالو كيهز خناشي ديال الفلوس وكيوصلهم لبلاصتو. راه القضيه اصعب مما تتخيل، حيت الفلوس هي الحاجه اللي كيجري عليها بنادم يوميا، والعصابات ممكن يصفيوها لاي واحد خدام هذه الخدمه الا وقف لهم في طريقهم في حاله بغاو يشفروا ديك الفلوس اللي مخرج. فيليب جونسون في 1997 حتى هو كان خدام في نفس الخدمه. ملي كتوصل لوقيته كيدخل للبنكه والمحل التجاري كياخذ ديك البركه اللي جمعوا كيقصد البلاصه اللي كيحطوا فيها الستوك ديالو. من المفروض اي خدمه فيها خطوره من هذا الشكل يكون الخلاص ديالها طالع. الشرط اللي ما كانش في هذه الخدمه اللي كان خدام فيها فيليب، الشركه اللي كان معاهم كانت سميتها لوميس فارغو، كتوصل فلوس عقود وذهب وحتى مجوهرات اللي غاليه، اوراق اللي مهمه مقابل واحد القدر من الفلوس. فيليب كيدوز كل نهار ملايين الدولارات من قدامه وكيتخلص غير ب 7 دولار للساعه، يعني خدام 56 دولار في النهار. ممكن في بلادك يبان لك هذا الصالير طالع، ولكن في ميريكان راه قليل بزاف. الحاجه اللي خلاته يسخط ويزيد يكره لدرجه ولا كيجي في الصباح لهاد الخدمه غير بالزت. ومن هنايا جاتو الفكره باش يضرب ضرب. السبت 20 مارس 1997 نهار فيليب بدا غادي يخدم خدمته بشكل عاد. ملي دار على الابناق والمحلات التجاريه جمع ديك الحصيصه هو وصحابو جوج اللي كانوا خدامين معاه بنفس السيرفيس، وقربات الوقيته ديال الخروج ديالو طاح الظلام والاساس قلالو. فيليب حس بلي هذه هي الوقيته اللي غادي ينفذ فيها العمليه ديالو. من بعد ما قربوا يخووا الكاميوات بداو كيستشفوا السطوك، وملي كملوا قصد السلاح ديالو اللي كان مخبيه وبدا كيهدد هذوك الجوج اللي معاه، طلب منهم باش ينعسوا في الارض ويربطوا راسهم بالمينوطات، وفي حاله تحرك شي واحد او دار شي صوت غادي يصفي عليه. من بعد فيليب قرب الطوموبيل ديالو وحل واحد الباب اللي ما فيهش الكاميرات، بدا كيشارجي تقريبا نص طون ديال الفلوس اللي المبلغ ديالو مقدراته الاف بي اي ب 18 مليون ونص. هز معاه صحابو، واحد سد عليه في الماريو ديال الدار والثاني خرجوا خارج المدينه ودا لواحد الغابه ربطهم مع الشجر. فيليب خد الفلوس اللي غادي تكفيه لمده 6 شهور وخرج من ميريكان للمكسيك. اما الفلوس اللي بقات فين خباها الله اعلم، حيت حتى الاف بي اي ما عرفاتهاش. في الصباح الشركه وصلتها الخبر ولقاو بلي البيبان كاملين مسدودين، وحتى البيبان اللي اوتوماتيك بروغراماو فيليب باش يتحلوا حتى ل 12 ديال النهار، الحاجه اللي خلاته يربح شويه ديال الوقت. من بعد 24 ساعه لقاو صحاب اعترفوا لهم باللي فيليب جونسون هو مول الفعل، هو اللي دار فيهم هذيك الحاله. الاف بي اي عطات 500 الف دولار لاي واحد غادي يعاونهم باش يوصلوا لفيليب. دازت 5 شهور على التحقيق وفيليب دار اكبر غلطه في حياته. ملي احتاج الفلوس فكر يرجع في كار الميريكان، وفي اول براج وقفوهم داروا معاهم تحقيق الهويه. فيليب كان هز معاه اوراق مزورين، ولكن من بعد ما حقوا معاه وشكوا فيه بان باللي هو مول الفعله وهو اللي الاف بي اي كيقلبوا عليه. من بعد طرق خاصه ديالهم اعترف لهم وقال باللي هو مول الفعله، ووراهم حتى البلاصه الغابره اللي حط فيها الفلوس. الغريب انهم لقاو الفلوس مازال مديورين في الخناشي ديال الشركه وغير قيمه اللي بسيطه اللي محيده منه. فيليب مشى للقضاء والتهم اللي عطاوه هي التهديد والسرقه وحجز رهائن للمصالح الشخصيه، الحاجه اللي خلاتهم يحكموا عليه ب 25 عام ديال الحبس، ماشي اي حبس، في حبس انضباطي. ومن بعد 7 شهور حلم الثراء ديال فيليب تبخر. دابا في نظركم فيليب الا كان كيتخلص مزيان واش ممكن يفكر في هذه السرقه؟ خلي لينا الراي ديالك في التعليقات، دير لايك وبارطاجي مع اصحابك، دير متابعه الصفحه، ومرحبا بك في العائله ديالنا. كان معكم محسن، هذا مكان تهلاو.